الجمال مش مجرد انعكاس في المراية، إنما الجمال في جمال نفسك الحقيقية. تعالوا نبدأ مع بعض رحلة لاكتشاف جمال فريدة عثمان. هاي فريدة. هاي، ازيك؟ الحمد لله. بما إن البودكاست بتاعنا اسمه Discover Your Beauty، فحابة أعرف إيه مفهوم الجمال لفريدة عثمان. هو انا بصراحه دايما بحس ان الجمال لازم يبتدي من جوه، يعني within inner beauty دايما بتكون احلى قوي. انك تكوني a good person، تكوني يعني بنت كويسه بالاخر. فاما تكوني كويسه من جوه، البره بقى هو اللي بيجي بعديه. فالinner beauty البرايورتي بالنسبه لي، وبعدين once you have that هتلاقي outer beauty هتيجي بعديها. ده هياخدني في حتة دايما أنا بتكلم فيها، إن الجمال الخارجي والجمال الداخلي هم ليهم علاقة ببعض قوية جدا، بس دايما بشوف إن الجمال الداخلي أهم. رأيك إيه؟ هو طبعا أهم، عشان يعني الجمال الداخلي ده هو دي شخصيتك انتي، وانتي بتتعاملي ازاي مع الناس، وانتي كفريدة أو كيسرى كأي حد من جوه بتكوني عاملة ازاي. فطبعا الجمال الداخلي أهم بكتير من الجمال being بقى a world champion يعني، وانا بصراحة I'm honored ان انا قاعدة معاكي. اكيد وصولك للمرحلة دي كان فيه صعوبات كتيرة جدا internal و external. حابة اعرف منك الصعوبات دي ازاي اثرت على فريدة. هو طبعا يعني اي مشوار بيكون فيه صعوبات كتير قوي. من اول ما ابتديت وانا عندي 4 سنين ودلوقتي عندي 29 سنة، كان فيه دايما كل فيز فيها صعوبات. يعني مثلا في الاول خالص وانا في المدرسة كان دايما بيكون الصعب التوازن ما بين الدراسة والرياضة. دايما تعملي كل حاجة لوحدك. دي انا كنت بصحى 5 الصبح وبروح البيت 9 بالليل، فيكون تمرين الصبح الفجر، بعدين اروح المدرسة، وبعد المدرسة بيكون عندي فتنس، وبعد الفتنس بيكون عندي تمرين. ليش دي انا بروح البيت الساعه 9 بالليل، فطبعا بكون مجهده وان انا مش قادره اعمل اي حاجه. عايزه اقعد على الكنبه اتفرج على التلفزيون، ما اعملش حاجه، بس لازم انا يعني كان عندي مذاكره، والهوم ورك اللي ورايا كنت لازم اخلصه. ففتره المدرسه دي بصراحه كانت فتره صعبه قوي، وبالذات ان كل اصحابي محدش فيهم قوي رياضي. فاللايف ستايل عامه كانت بتبقى لونلي وصعبه، عشان كل حد بيسافر، كل حد بيخرج، وانا ما ينفعش اروح الخروجه دي عشان عندي تمرين. فحاجات الصغيره دي واحنا صغيرين طبعا بتبقى صعبة قوي. وبعدين بقى فترة الجامعة، انا رحت جامعة في امريكا University of California بيركلي. وطبعا اول سنة دي بتبقى صعبة قوي، يعني من حياتك كلها عايشة في مصر مع اهلك واصحابك وكل حاجة comfort zone، وبعدين تروحي فجأة لوحدك، يعني literally بلد جديدة، مدربة جديدة، فريق جديد، كل حاجة جديدة. دي بتبقى صعبة قوي، علشان كمان الفريق اللي انا كنت فيه كان competitive قوي، واللي هو كنت لازم دايما اتمرن كويس، لازم انزل بطولات واجيب احسن ارقام، علشان كان في مليون بنت غيري بتعوم سباقاتي وبتجيب ارقامي وساعات احسن كمان. أوكي. فالصعوبات الصغيره دي اللي انت على طول لازم تكوني كويسه وكومبيتيتيف. وطبعا بقى الصعوبات كل ما بتكبري كل ما الناس يحط عليكي بريشر، عشان نزلتي بطوله عملتي انجازات كويسه، فمتوقعين ان كل بطوله تنزليها هتعملي انجازات كويسه. وده طبعا صعب جدا، علشان بتحطي expectation وبتحطي pressure، فده اصلا بيأثر على المنتل هيلث. overall يعني الجيرني طبعا ما كانش سهل خالص، يعني ups and downs، بس you learn، يعني بتعلم من كل صعوبة بمر بيها. هرجع للفترة اللي قلتي لما روحتي أمريكا وكنتي حاسة إن في تشالنج شوية بينك وبين البنات اللي كانوا موجودين هناك. بتيجي علينا في الفترة دي فترة سيلف داوت، أنا am I good enough، أكمل ما كملش. حسيت من كلامك إن أنتي مريتي بالسيلف داوت ده، عايزاكي تكلميني عنه وإزاي خرجتي منه. بصي، هو طبعا السيلف داوت ده بيجي كتير قوي، يعني وقت الصعوبات بالذات تحسي انتي خلاص عايزه تبطلي، مش عايزه تعملي حاجه، عايزه ترجعي مصر تكوني مع عيلتك في بيتك. فالصعوبات دي بتبقى صعبه قوي في السيلف داوت، علشان مره واحده بتشوفي كل حاجه اسود، فاهمه؟ اللي هو مش بتشوفي اي حاجه كويسه. بس بصراحه كان في فتره كان
ليش بفكر انا بطل سباحه من كتر ما انا كنت تعبانه ومش حاسه ان في اي اهتمام ومش بتحسن. وفي نفس الوقت في امريكا السباحه المصريه ما كانتش معروفه قوي اياميها، فكان كل ده بيزود الاكسبكتيشن والبريشر. فكان في فتره اللي هو كان عندي بطوله عالم كانت في 2011، كان عندي 17 سنه. وبعدين طبعا كل اصحابي بيخرجوا وبيسافروا، وكانت البطوله في وقت الصيف بالذات. فالبطوله دي كانت صعبه قوي علشان قبليها انا بجد كنت بقعد مع اهلي واقول لهم انا خلاص دي اخر بطوله ليا، مش قادره اكمل، محدش حاسس بيا، بتعب ومجهود وفي الاخر على ايه. فقررت مع اهلي ان انا الفتره دي يعني هنزل بطوله ونشوف اللي هيحصل. اوكي. ونزلت البطولة دي واخدت يعني ميدالية ذهبية في 50 متر فراشة وعملت رقم قياسي جديد. فطبعا اول ما تاخدي الميدالية دي بقى بتنسي كل حاجة اللي وحشة، فاهمة؟ فتحسي ان ربنا كان بيقول لي لا ما تبطليش دلوقتي، كملي. بس طبعا بيكون في سيلف داوت كتير قوي وصعوبات كتيرة جدا، بس بقى بتتعلمي من كل حاجة. يعني البطولة دي بجد عرفتني ان مفيش حاجة بتيجي سهلة، واي حاجة انت عندك جول، هدف، حلم، لازم تعملي المستحيل وتتعبي جامد عشان تحققيه. ولما بيحصل حاجة صعبة انت حولتيها لتشالنج بالنسبة لك، لا انا هاخد البطولة، صح؟ بالظبط. يعني انا البطولة دي بصراحة قلت انا هنزل، انا اتمرنت وعملت اللي عليا، عملت اللي عليا والباقي على ربنا. فعارفة تحسي انا خلاص مفيش اي حاجة في ايدي، فانا هنزل واللي يحصل يحصل. والحمد لله يعني عملت نتيجة كويسة قوي. قلت انا لازم اكمل بقى، مش هقدر ابطل دلوقتي. قلتي في كلامك والناس كانت بتقول، بما ان انتي public figure وعلى طول under البابليك اي، دي حاجة مش سهلة ابدا. امتى قدرتي تشوفي نفسك بعينك انتي مش بعين الناس؟ يعني بصراحة دايما البنات بالذات في فترة سنة اللي هي سن الجامعة، ان هو خلاص ما بطلي رياضة، ركزي في الدراسة بس او ركزي في شغلك. فالفترة دي يعني ما بيكونش فيه بنات كتيرة قوي بتوصل للليفل ده، وبالذات السباحة اصلا يعني من اصعب الرياضات. وبيجي مرحلة كده وتحسي ان انتي لوحدك في الرياضة علشان في ناس كتير حواليكي مش بيعملوا الرياضة دي. قلتي behind the scene جملة مش هقدر ما اقفش عندها. قلتي swimming is such a lonely sport. الجملة ديب قوي، حسيت فيها معاني كتير قوي، وحسيت ان هي كومن لبنات كتير قوي بتجري تحاول تثبت نفسها، بتحس نفس الاحساس ان هي لوحدها. عايزاكي الاول تشرحي لي الجملة دي معناها ايه وخرجتي منها ازاي؟ بصي، هي swimming is a lonely sport علشان يعني بصراحة انتي في التمرين بتكوني لوحدك في المية، بتعومي رايح جاي رايح جاي، عارفة وشك في المية، مش تكلمي اي حد، مش بتشوفي اللي حواليكي. فممكن تحسي انها lonely في الحتة دي. أوكي. ان انتي في التمرين بتكوني لوحدك. بالظبط. يعني انتي في الحارة بتاعتك بتبصي حتى على الخط اللي في البسين ده وبتعدي البلاط. ف it gets very very lonely. وفي نفس الوقت انا بصراحة اما كنت بتمرن في مصر كان مفيش حد بنت في سني بتتمرن في الليفل اللي انا فيه ده. فكنت لازم اعمل المنظومه المتكامله بتاعتي في مصر، او مدربي بتاع الجيم، نيوتريشن، سايكولوجيست، كل ده علشان اوصل للاهداف اللي انا عاوزه اوصل لها. وللاسف ما كانش في اي فريق او حتى بنت ممكن تتمرن معايا علشان هو ما فيش، هو ليتشلي انا البنت الوحيده. فدي طبعا جاتس فيري لونلي. وطبعا انتي اللايف ستايل عامه بنت رياضيه في السن ده بيبقى قليل قوي. قدرتي تعملي التوازن ده، ان انا بلعب رياضة وناجحة وفي نفس الوقت انا feminine و I have my own beauty وبخرج وبشوف صحابي؟ هو بصراحة في الاول كان صعب قوي اعمل البالانس، بس هو بجد انا اكتشفت ان انا لازم يكون عندي سوشيال لايف علشان ما اتجننش. يعني حاسة ان انا لو سباحة تركيز كله في السباحة ده ممكن يجنني بصراحة. فيعني بحاول ان انا اعمل حاجات مع اصحابي مع عيلتي علشان to recharge me انا mentally و psychologically، ان انا اعرف مثلا اكمل في التمرين تاني يوم. يعني مثلا ممكن اكون mentally متدمرة، ولو رحت التمرين النهارده هتدمر اكتر، فاهمه؟ فلازم تقعدي مع نفسك وترفلكتي اللي هو اوكي انا دلوقتي منتلي متدمره، ايه اللي هيساعدني ان انا اكون احسن في التمرين بكره مثلا؟ ايه بقى؟ فحاجات مثلا زي ان انا
دريس اب، يعني انت عارفه انا كرياضيه بلبس بنون ونضاره. أيوة. فاللبس مش احلى حاجه، فاي فرصه ان انا ممكن البس حلو واخرج مع اصحابي نتعشى عشره حلوه، حتى لو هنام بدري اوكي، بس ان انا اكون بخرج وبعمل حاجه مختلفه عن التمارين وكده. ده اللي عمل لك التوازن. بالظبط. حلو قوي. يعني بصراحه ما كانتش سهله خالص، بس عارفه اللي هو برضه انا 29 سنه، فعرفت ايه اللي بيفيدني وايه اللي بيساعدني ان انا اتمرن احسن، يعني ان انا keep moving forward. يعني مهم جدا ان انا اكون رياضيه وناجحه، بس ما انساش ان انا I have a social life وفي نفس الوقت feminine. بالظبط، بس at the same time برضه ما ينفعش تخلي السوشيال لايف تاخد من الاهداف بتاعتك، طبعا فاهمه؟ فالسوشيال لايف مثلا ما ينفعش اخرج لحد 5 الصبح وعن التمرين 8 الصبح، فاهمه؟ مش هينفع كده. فلازم اللي هو تختاري حاجات اللي هتناسبك انتي والسكادجول بتاعك والتمرين بتاعتك علشان توصلي لاهدافك. هاخدك لفتره في حياتك، لان دايما لما بيحصل لنا سنه صعبه وبتعدي عليها وقت كتير بنرفلكت عليها ان هي لولا السنه دي انا ما كانش حصل لي 1 2 3 كويس. بناخد منها قوة اوقات، وقت الانهيار ووقت الانهزام بناخد منها قوتنا. فانا هاخدك لسنة 2021 لان انا عارفة ان هي من اصعب السنين اللي عدت عليكي. عايزاكي تحكي لي السنة دي كانت ايه وخرجتي منها ازاي، وازاي هي السنة دي اثرت على فريدة اللي قاعدة دلوقتي. اوكي، هو بصي بصراحة وقت كورونا من أول 2020 لحد 2021 لما الأولمبيات اتأجلت سنة عشان كورونا، دي كانت سنة صعبة قوي علشان وقت التمارين ما كانش consistent خالص، يعني عشان كورونا وكده، فالتمرين ممكن فجأة يتلغي علشان في ناس كتير موجودة، فده كان بيأثر على البرنامج التمرين بتاعي علشان وقت كورونا. ودي حاجة out of your control، وساعات بتبقى اللي هو يعني بيكون عندك احباط عشان انت عايز تمرني وعايز تعملي عليكي عشان انت عايز تعملي كويس في الاولمبيكس. بس غير كده انا حتى فيزيكلي ده كان من احلى السنين ان انا اتمرن فيها، وكنت بجد جاهزه ان انا احقق ارقامي واحسن كمان. بس منتلي تحسي ان انا كنت متدمره بطريقه اللي هو يعني انا كنت جاهزه ان انا perform في 2020، فاما الاولمبيكس got postponed سنه في 2021 حسيت منتلي ان انا مش قادره اخش في الموضوع ده كله سنه كمان. اصل احنا بنتمرن للحظه دي سنين، فما تزودي سنه كمان انا خلاص مش قادره. حياتكم كلها تمرين. بالظبط. فوقت كورونا كمان ما كانش بقى خروج خالص، فعارفه اللي هو I wasn't recharging socially حتى، فكان تمرين تمرين تمرين، فاهمه؟ فبصراحه ما كنتش تمام خالص. ونزلت الاولمبيكس في طوكيو وعملتش كويس، وطبعا انا كفريده كنت زعلانه جدا عشان انا بعمل المستحيل علشان طبعا اللحظه دي واجيب ارقامي. بس طبعا جالي بقى باكلاش على السوشيال ميديا جامد قوي، والناس كانت بتقول لي انت طلعتي ليه وايه اللي انت عملتيه ده، وبقى عارفه كومنتس دلوقتي بتضحك بس اياميها ما كانتش بتضحك. بالظبط، ما ده اللي بقولك لما بنرجع لورا بنبص بطريقه مختلفه. فالفتره دي كانت فتره صعبه قوي. حتى انا كنت عايشه في امريكا بس قررت ان انا ارجع مصر ويعني اعيش في مصر سنه سنتين لحد ما منتلي ابقى كويسه، عشان حتى تكوني حوالين عيلتك حوالين اصحابك، انت برضو في بيتك، فالكومفورت زون ومنتلي بتتحسني لما تكوني حوالين الناس طبعًا اللي بيحبوكي. فالفتره دي كانت فتره صعبه قوي بجد. كنت فاكره انا برضو ممكن ابطل سباحه لو كل ما يجيني تشالنج جامده قوي اقول طب ليه بيحصل لي كده. بس طبعا بيجيلي زي سيلف ريفلكشن وبفكر انا تعبت وعملت اللي عليا واكيد ربنا مش هيضيع مجهودي. وبصراحه بمساعده اهلي والثقه في النفس برضو مدرب بتاعي، كلنا قعدنا مع بعض وقعدنا نتكلم في الفتره اللي جايه احنا ممكن نعمل ايه عشان نرجع لمستوانا زي الاول. فكل ده بياخد وقت. والسيزن اللي هو بعد الاولمبيكس صراحه ده كان احسن سيزن عملته في حياتي، عشان تحسي لو كان عندي زي يعني فاير كده جوايا ان انا لا انا كويسه، وان طوكيو ده حصل مسحاب وبتحصل، يعني مش دايما هعمل ارقام كويسه، والرياضه عامه مكسب وخساره مش دايما هكسب. فالفتره دي بقى اللي هو السيزن ده اخدت يعني بجد سنه ونص مثلا بريك من السوشيال ميديا، ما كنتش بفتح اي حاجه خالص، ما كنتش عايزه يعني اقرا اي كومنت عشان بجد كانوا دمهم تقيل قوي. الناس بيبقى فعلا كلامها صعب. وبعديها بقى بسنه كان عندي بطوله عالم
2022 ودي بقى كانت بجد احسن ارقام عملتها في حياتي. يعني I broke 2 new African records. فتحسي ان انا كان عندي زي كده motivation ان انا مش عايزه اقول اوري الناس ان انا لسه كويسه، بس اللي هو انتوا ليه يرزلتوا عليا أيوة. بعد طوكيو؟ ادوني فرصه. طيب اللي هو يعني دي حصل حاجه مسهاب وبتحصل، وده مش معناها ان انا سباحه وحشه، فاهمه؟ الطوكيو اللي حصل ده it's not a defining moment. ودي طبعا حاجه اتعلمتها بعديها بسنه او سنتين، ما كانتش وقتها على طول. ف it just takes time عامه to really believe in yourself and keep going، حتى لو في هجوم عليكي او حاسه ان انتي challenge متدمره مش قادره تكملي فيه. في بنات كتير دلوقتي عندها struggle to find herself, to find her beauty بسبب التوقعات العالية جدا والضغط والتحديات من المجتمع ومن السوشيال ميديا. البنات دي تقولي لهم ايه عشان تقدر to be true to herself وفي نفس الوقت to find her beauty؟ بصي، وانا كده I always believe in inner beauty. يعني الجمال الداخلي ده اهم من الجمال الخارجي 100%، علشان يعني انت عارفه نفسك وعارفه شخصيتك. فاقول لاي بنت مسج انه يعني اعرفي انت عايزه تعملي ايه اهدافك، ايه حلمك، ودايما يكون عندك فوكس انه مفيش حاجه تاثر فيكي. بس ده طبعا يعني easier said than done، بس كده ولا كده يعني كل يوم هتتعلمي حاجه جديده، وكل يوم يعني اعملي حاجه تساعدك ان انتي تقربي لهدفك ولحلمك. وان الاهداف والاحلام كلها مش بتيجي في يوم وليله خالص، بجد يعني محتاجه سنين يعني مجهود، تضحيه. مفيش حاجه بتيجي بالسهل الصراحه. دايما اقول لاي بنت ان انتي stay true to yourself كده والinner beauty دي اهم حاجه. وفي نفس الوقت as long as انتي عندك هدف، اعملي مستحيل لحد ما تحققي هدفك ده. فريدة، في لحظات الضعف والانكسار والهزيمة اللي بتحصل لنا دي أوقات بنكتشف نفسنا من أول وجديد. بيحصل لنا بنكتشف حاجات احنا ما كناش عارفين ان هي موجودة عندنا. وانتي حصل لك اللحظات دي كتير قوي، اكتشفتي ايه في اللحظات دي؟ هو طبعا يعني بعد اي بطولة او اي هزيمة اي صعوبة بيكون عندك كده زي فترة self reflection، وتفكري انتي شخصيتك فيها عيوب ايه وفيها حاجات حلوة ايه. يعني انا مثلا شخصية عنيدة، ولا هو مثلا لو عايزة حاجة تحصل لازم تحصل، لو ما حصلتش هتضايق قوي ومش عارفة اكمل التمرين، فاهمة؟ حاجات صغيرة كده. بس انا اكتشفت ان العند ده ساعات ممكن بجد يأثر على الاهداف بتاعتي. يعني فاهمة I need to be more flexible، ان لو في حاجة ما حصلتش بالطريقة اللي انا عايزاها لازم نلاقي solution تانية ان انا اوصل للهدف ده برضو. ف I think just learning ان انا I'm stubborn، بس at the same time عندي زي يعني mental strength والdiscipline والcommitment والperseverance عارفة اللي هو resilience، ان انا بجد عايزة اعمل المستحيل عشان احقق هدفي. فكل الحاجات الصغيرة دي اللي في شخصيتي هي اللي خلتني اما اقع اعرف اقف تاني. فاهمة قصدي؟ لكن ما فيش حاجة ظهرت قلتي انا ما كنتش عارفة ان انا كنت كده، انا مش عارفة ان انا كده؟ حاجة مثلا اكتشفت ان انا وقت طوكيو وقت 2021 ان انا بجد كنت بقرا comments بتأثر من كلام الناس عامة. واكتشفت بقى ان بعد اللي حصل لي في طوكيو بجد مش فارق لي اي حد بيقول ايه، ومش بقرا اصلا الكومنتس حتى اوقات البطولات بقى في السوشيال ميديا اصلا، عشان مش عايزه اي كلام ياثر فيا ولا ياثر في تمريني او في تركيزي او اي حاجه كده. بس مثلا دلوقتي اللي هو يعني مش هاخد اي كريتيسيزم من الكومنتس على الناس اللي مش عارفاني. يعني انا هقبل مثلا ان صاحبتي تقول لي حاجه، هقبل من مدربي يقول لي حاجه، هقبل من اهلي يقولوا لي حاجه، بس عشان هما كانوا موجودين في البيهايند ذا سينز في مشواري، فهم عارفين انا مريت بايه، عارفين انا كنت ماشيه ازاي في التمارين وكده. فدول ماشي هسمع منهم لو في حاجه وحشه عايزين يقولوها لي، بس كلام الناس عامه كان بيأثر فيا. حتى اللي هو شخصيتي لو people pleaser شوية، ان انا عايزة كل حد يبقى مبسوط، كل حد يبقى شخصية يعني بتتعب في حياتها جدا بالظبط. بعد بقى موضوع طوكيو ده اكتشفت اللي هو لأ،
انا مش يعني عايزه اكون كده انا تاني. مش عايزه اكون كده تاني، مش عايزه كلام الناس يأثر فيا، عشان عارفه انا بعمل ايه، و I know my self-worth, I'm very confident, و I believe ان يعني تمريني ومجهودي وكل ده will reflect في البطولات، والناس اللي حواليا مش عارفين انا عملت ايه behind the scenes. يعني لو احنا بنبص على نفسنا بعين الناس ده بنتعب جدا طبعا. لكن علشان نوصل لمرحلة ان احنا نشوف نفسنا بعينينا احنا لازم نعمل ايه؟ دايما كلام الناس ممكن مثلا في حاجات تأثر فيكي، وفي كلام ممكن يكون صح، ممكن كلام يكون غلط، فدايما برجع اقول اللي هو اسمع للناس اللي قريبة مني واللي عارفيني inside and out. وانه لو مثلا حد قال ان انا مش عارفه حتى اقول لك اكزامبل ايه، ان انا مثلا معضله قوي، فاهمه؟ اكيد دي كانت ستراجل بالنسبه لك كبيره بالظبط. فانت كفيميل اثليت اكيد لازم يكون عندك عضلات، يعني لو ما كانش عندي عضلات دي ما كنتش هعرف اعمل اي نتيجه باي حاجه، فاهمه؟ ففي مثلا كلام الناس اللي هو دي معضله قوي، دي مسترجله قوي، فاهمه كلام الناس ده. بس طبعا when you go within you know ان ده مش مهم. يعني انا بجد من غير عضلاتي ما كنتش هعرف احقق اي ميداليات ولا اي انجازات. فدي كانت فتره صعبه مثلا في الاول ده وانا صغيره، ان اقرا كومنت زي كده، فارجع لاهلي اتكلم معاهم واقول لهم انا مثلا دي مضايقاني قوي، فيدوني برسبكتيف تاني. فانا شايفه ان حاجه مهمه قوي ان السبورت سيستم اللي حواليكي عارفين انت بتمري بايه، عارفين شخصيتك انسايد اند اوت، وبقى يعني تتكلموا مع بعض. يعني عارفه لو ساعات الكوميونيكيشن وجست talking to each other ده ممكن يكون مهم قوي في السيلف جروث عامة. طبعا مهم جدا كلام الناس اللي حواليا وكلامي لنفسي. فريدة بتقول لنفسها ايه في المواقف الصعبة وفي المواقف الحلوة؟ في المواقف الصعبة بقول لنفسي لا انتي كويسة، انتي قدها وقدود، انتي اتمرنتي وعملتي اللي عليكي، وخلي عندك يقين ان ربنا عمره ما هيضيع مجهودك. فده السيلف توك بتاعي، ان انا بشجع نفسي. ولو مثلا سيلف داوت يعني عالي قوي، ممكن مثلا اتفرج على فيديوهات مثلا بطولات انا عملت فيها ميداليات وجبت ارقام كويسه، عشان احمس نفسي تاني واشجع نفسي ان انا يعني to keep going و to believe ان انا I can do it. بالظبط، ان انا قويه، ان انا عندي ثقه في نفسي، وان يعني الاهداف هتتحقق اول ما يكون عندي ثقه في النفس. ده اهم حاجه. ومهم كمان ان البنات تعرف ان احنا عندنا كلنا نقط ضعف ونقط قوة، صح ولا لا؟ طبعا. يعني انا لو سألتك يا فريدة نقط قوتك ايه؟ في الاول ودي كانت حاجة غلط، ان الثقة في النفس كانت بتيجي بالنتائج بتاعت البطولات، بانجازاتي. فاهم قصدي؟ فده غلط قوي، علشان مش كل بطولة هنزلها هعمل نتائج كويسة بالزبط. فده كان بيأثر على الثقة في النفس بتاعتي، يعني ثقتي في نفسي علشان كنت دايما بتأثر من النتائج اللي بعملها في البطولات. بس انا كفريدة يعني بقول لنفسي انه دايما to go back to staying true to yourself and believing in yourself، ان انتي هتعملي المستحيل عشان تحققي اهدافك، وان ده بياخد وقت طويل قوي عشان تحققيه، ومش هيجي في يوم وليلة. حلو قوي. يعني احنا لو بنتكلم دايما على ان الجمال الداخلي اهم من الجمال الخارجي، الجملة سهلة واي حد هيسمعها سهلة، بس انا عايزة اعرف يعني ايه اكون حلوة من جوه، يعني اعمل ايه؟ يعني انا كفريدة اما بفكر انه حلوة من جوه، ان انا اكون شخصية كويسة، شخصية محترمة، بعامل الناس كويس، بساعد الناس. يعني دي بصراحة صفات بشوفها ان ده اوكي شخص كويس من جوه. يعني جواكي خير للناس. بالظبط. وواثقة في نفسك. بالظبط. قوية. بالظبط. ايه تاني؟ صفات كتيرة قوي. يعني عندي اللي هو الاصرار والعزيمة. حلو. فاهمة ان انا احقق اهدافي. اصل احنا دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها البنات معظمها تحت ضغط كبير جدا بسبب ان التوقعات عالية، التحديات كتير، المقارنات، السوشيال ميديا. فالبنات كلها تحت ضغط كبير لان الستاندردز بقت مش معروفة. ايوه طبعا. فالبنات اللي عندها الستراجل ان هي to find her own beauty، بتقولي لهم ايه؟
يعني عايزة اقول لهم ان كل حاجة على السوشيال ميديا دي مش تبقى حقيقية. يعني ما فيش بنات تبقى عاملة كده 24/7، وهما دايما الناس بتحط الحاجات الحلوة على السوشيال ميديا، بس طبعا حاجات كتير قوي وحشة مش هيحطوها. فلازم دايما نفكر البنات ان اللي على السوشيال ميديا ده مش حقيقي، وان الناس كلها بتمر بصعوبات بس مش بيوروها على السوشيال ميديا. فدايما اقول للبنات انه ما يقارنوش حياتهم وشخصيتهم وحلاوتهم وأهدافهم بالسوشيال ميديا، علشان السوشيال ميديا مش حقيقي. فريدة، رحلة طويلة فيها تحديات، فيها صعوبات، فيها انهيار في النص وشكيتي في نفسك وانا هقدر اكمل ولا مش هكمل. سافرتي وقعدتي لوحدك بتلعبي رياضة مش سهلة تماما، في كومبيتيشن مع نفسك على طول. عملتي بالانس في النص بين حياتك مع اصحابك وبين الرياضة، وقلتي لي ان انتي اكتر حاجة كانت بتبسطك في النص لما بتلبسي وتخرجي وتبقي فامينين كده. سافرتي طوكيو، حصل دروب جامد وكنتي مش عايزة تكملي، بس في كل التحديات والصعوبات دي قدرتي تطلعي وتعرفي نفسك وتعرفي مفاتيح قوتك، واخدتي من ضعفك ده قصة نجاح كبيرة جدا. ما نسيتيش نفسك في النص، وقلتي كمان ان اهلك كانوا اكبر داعمين ليكي، وان مهم ان احنا يبقى في حياتنا ناس دايما بتزقنا لقدام. والاهم من ده كله ان انا اكلم نفسي كلام حلو، وما اسمعش كلام الناس ولا انتقاداتهم، especially لو الناس دي بعيدة عني او لا تعني لي شيء. فريدة، طلعتي مفاتيحك، قلتي جمالك في رحلة جميلة جدا لاكتشاف فريدة عثمان لجمالها. عايزاكي توصلي مسج للبنات اللي struggling to find their own beauty. المسج اقولها للبنات ان لازم كل واحدة تفهم ان كل بنت مختلفة. يعني احنا we're all unique in our own way، وده هو الجمال والحلاوة، ان being different is your superpower. It's what making you special. use it to your advantage، ان انتي توري العالم، او حتى لو عايزة توري على السوشيال ميديا ماشي، انه جمالك just being different is what makes you beautiful. حلو قوي قوي. ثانك يو فريدة، اتبسطت جدا جدا بالحديث معاكي. ثانك يو بجد اتبسطت قوي، كانت very natural very casual، فبجد اتبسطت. ثانك يو.